السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم مقطع جديد. طبعا اليوم مقطعنا حيكون عن كيف تسوي اللوحة العراقية او الرقم العراقي في لعبة ذا كرو موتورفيست. طبعا مقطعنا على طلب احد المتابعين قال لي شلون نسوي هذا الرقم، فقلت ان شاء الله. طبعا فرحت انه قال لي هذا الشيء، انه بالبداية قلت افكر اسوي عن هذا المقطع، بس قلت يمكن يعني ما حد راح يفكر بيه. المهم طبعا قبل كل شيء شكرا على تحفيزكم. عفوا غلط، تحفيزكم شنو؟ المهم شكرا على تفاعلكم اللي صار على المقطع اللي قبله، فيديو كيف تحصل فلوس في لعبة ذا كرو موتورفيست. طبعا كلش حفزتوني حتى اسوي مقطع جديد، وشكرا على اللايكات. يعني صدمتوني انا ذاك الفيديو، قلت لكم بس 5 لايكات، انتو سويتوا لي 70 لايك وممكن اكثر لحد الان. فمدام احنا راح نسوي فكرة شباب من ورايح، راح اطلب من عندكم زايد 5. يعني ذاك الفيديو رد بس 5 لايكات، انا هذا الفيديو رد 10 لايكات. المهم طبعا شكرا، الحمد لله، شكر فضل الله من ثم فضلكم. طبعا الله سبحانه وتعالى اول، يعني فضل الله. طبعا قدرنا نوصل 100 متابع على صفحتنا بالانستغرام، فاذا شفت ما متابع على انستغرام ومشترك في انستغرام اشترك. المهم راح طبعا هذا صورة الحساب مال انستغرام. فراح هسه نبدي الشرح، ما نطول عليكم، بس حبيت اشكركم مقدمة خفيفة لطيفة. فاول فقرة راح تحتاجها تروح على اي سيارة ببالك. مثلا على سبيل المثال راح نختار انا لا اطول عليكم، وراح نختار سيارة امريكية. شباب طبعا دا انزل على انستغرام صور وكذا يعني، وطبعا ان شاء الله نسوي افكار وياكم على الانستغرام. طبعا اول فقره راح تحتاج تروح تجيب سياره فورد. العفو شباب، الغلط، مو فورد موستنج. تحتاج اي سياره ببالك وتروح تدوس اكس عليها. راح يقول لك ما التالي، راح تروح على تخصيص، بعدها حتروح على الزينه، تروح على الزينات تسوي زائد. شباب تحتاجون اللي هو تسوي جديدة على مود شلون اقول لكم، العفو، تحتاجون سيارة تكون ما بيها ولا ابدا، يعني ولا يعني اي شيء على السيارة، عفوا يعني ولا زينة ولا لون ولا يعني اي شيء. المهم فنجيبها الموستنج على سبيل المثال. طبعا شباب اي سيارة ببالكم تسوي لها زائد تختارون. المهم تروح على التاتش باد يسار، طبعا بيكم بالشاشة، تروح على وضع ثنائي الابعاد، حيطلع لكم قائمة، تروح على وضع ثنائي الابعاد، وتروح بعدين تروح على الزائد، تروح على مثل ما تشوفون طلع لكم هالقائمة، تروح على بدائية واحد اللي عنده لغة عربية ولغة انجليزية، فاعذروني احاول اشوف. تروح على هذا المربع الاسود. طبعا هذا الاسود راح ناخذه ونسويه مربع ابيض، او ممكن ثواني شباب، ممكن اعتقد يرهم انه نجيب هذا المربع. ثواني شباب، خطأ، العفو. نجيب هذا المربع تخليه هنا وتغير لونه، تسوي لونه اسود، تخليه بحوافه، تكبره اكبر من عده، تسوي هنا. بعد شو تسوي؟ راح تدوس على R3 تضغط، بعدين تسوي زائد، او تقدر انه مثل ما تشوفون صار عندنا هذا. شو تسوي؟ راح ادوس هذا تكبره. ولا شباب الطريقة غلط شباب، اعذروني شوية تعبان، فيعني راح اسوي تفريق، فهاي خطأ شباب لا تسووها. اول فقرة تسوي تشيل هاي تشيل هذا الخط، وتروح تضيف مربع زائد، تضيف هذا المربع مربع زائد، قصدي اضيف هذا، راح مثل ما تشوفون بضيفه هنا. طبعا هذا هنا الابيض تشوفوه، هذا المربع اضفناه، راح تاخذه وتصغره، تصغر طوله، تصير طوله تقريبا بين هذا المربع، هذا الارتفاع، هذا الطول ارتفاعه هالقد، وطول وعرضه الحجم الافقي، هذا الحجم الرأسي 1.61.53، والحجم الافقي راح يكون تقريبا اللي هو
هذا كوبر. راح يكون 318.32. تاخذون هاي الاحداثيات، راح تجيبون اول شي هاي البلوك السوداء تقصروه بشكل مو طبيعي، اكثر شي ممكن تحصله. بعد اكثر، بعد اكثر، بعد اكثر، بعد اكثر، بعد اكثر. هذا اكثر شي ممكن تحصله. راح تجيبه وعلى حوافه مد لحد ما تصير ضبط وياه او قريب اطول من عده بشويه. ايش راح تسوي بعدين شباب؟ تاخذ هذا وتروح تسوي له نسخ عن طريق السهم الفوق مثل ما تشوفون. العفو، تاخذه هيجي وتسوي سهم اسفل حتى تسوي لصق. هذا تاخذه هيجي تسوي، ترجع بعد سهم، تاخذ سهم ثالث وتسويه على يعني تقريبا هالقد. هسه هذا تمام مضبوط. راح تقصره، العفو لا صار خطأ مو هيجي. راح حاب تقصره. طبعا رجعت لكم شباب شوي صار عطل فني. المهم تجي هذا تخليه موازاة الخط وتروح، المهم تقوم تاخذه وتسويه على حدوده، تسويه على حدوده بالضبط هيجي. بالضبط هنا تمام. ترجع على هاي بشوي تمام. طيب شوي صار اشكال شباب. عفوا. طبعا شباب لازم تكون الحواف، طبعا شباب عندكم هذا بالطول اللي هو هذا اشتريتكم المونتاج، لازم يكون الحجم الافقي بيه 320.53 والحجم الرأسي 5.46%. راح تجي تاخذ هذا تسوي له نسخ عن طريق السهم اللي مبين عندكم. العفو لا، هذا تسوي له نسخ اللي هو السهم العمودي تشوفوه، تاخذوه تسوي له نسخ بعدين لصق وتوصل هنا. العفو توصل هنا. تجي بعدين تاخذ لك هالنسخة ثانية وتخليها هنا موازاة. مثل ما تشوفون صار وضعيته نوعا ما مضبوطة. طبعا راح تجيب هسه تروح على الزائد. العفو شوي استعجلت. تروح على الزائد، تروح على خط واحد. لو تشوفون هاي الحروف الانجليزية اول حرف اول خط عندكم راح تروح على اي. طبعا شباب هنا اكو اختلافية بين محافظات العراق العزيزة. طبعا تحياتنا كل اللي محافظات. المهم شباب شوي طبعا بس زوم. العفو. طبعا تحياتنا كل المحافظات وكل الدول العربية اللي تتابعني، ويعني ماكو تفرق ان شاء الله. المهم طبعا شباب محافظات الكردستان تجي بيها الاي ار كيو تكون راح اضيفها قبالكم وتسوي لصق بعدين لصق. تغير القائمة، تروح على القائمة، تروح على تغيير الشكل، تروح على ار، بعدين راح نسوي لصق. لا العفو شباب والله سويت نسخ. تسوي لصق هنا وبعدين راح تروح على قائمة وتسوي تغيير الشكل. طبعا ما اعرف ليش ورا تحديث الدونك بزلو رايدر. طبعا اكتبوا يا شباب بالتعليقات اذا من اكمل سلسلة الرقم اسوي لكم مقطع عن اللو رايدر. المهم طبعا اول فقرة راح تحتاج تسويها، راح هسه نبدا محافظة. بخصوص المحافظة راح تكون على شكل ارقام. طبعا يعتبر اسهل رقم عربي لان يحتاج بس حروف انجليزية. راح طبعا اول فقرة تسويها تكون بين هذا الرقمين. شباب بخصوص الارقام فعندنا راح هسه ارويكم، راح انزلكم طبعا قائمة حتبين بالمونتاج تكون بيها جميع رقم جميع محافظة وشنو يرمزلها من كود وورزون. قصدي شنو يرمزلها من عذرا على التحشيش السخيفة طلعت. وشنو يرمزلها من رقم اول رقمين شنو يرمزلها. طبعا عندك طبعا استطاعتكم. المهم طبعا عندك اللي يريد يسوي رقم شرطة كل سهل، بس غيرها بلونه راح يكون لونه رصاصي. هذا تمام. راح تجيبه وتصغره كل صغيرون خليه
هنا كبره شويه تصير هنا، هذا موازاة هذا الخط اللي مبين عندكم. فراح تجيب تسوي زائد، لا محتاج تسوي جواد العفو شوي قمت اخربط. تسوي لصق، تاخذ هذا راح تخليه هنا بالضبط. شو راح تسوي هنا؟ راح تروح على القائمة تسوي تغيير الشكل. راح طبعا روح على خط، نرجع على الخط. هنا عندكم حروف من الاي، انتم تشوفون كل عندكم اي نازت اي حرف عاجبكم تقدروا تخلوه. طبعا انا على سبيل المثال راح اخذ حرف اللي هو هاخذ حرف اللي هو الام. لا شباب ما راح اخذ ام، الحروف كيفكم. راح اخذ اي، حرف اي. كما تشوفون شبابنا الطيبين هذا هو حرف اي. وراح بعدين شو راح تسوي؟ راح ترجع تسوي اللصق. طبعا شباب الحروف كيفكم، اي حرف ببالكم موجود. بس شو راح تسوي؟ راح تاخذ الحرف تاخذ هذا هنا اخير شيء، اخير فقره تاخذها وترتبها هيجي مثل ما تشوفون، مثل ترتيب استطاعكم. ترتبوه بهالطريقه هاي بحيث يطلع لكم 4 ارقام. بس اعذروني راح احاول ارتبها مره ثانيه. هذا تمام هيجي. راح تسوي وحده بصف اللخي مثل ما تشوفون، هاي تمام. مثل ما تشوفون هذا هو طبيعي. راح اضيف بعد واحد. مثل ما تشوفون انتم سويتوا هنا الرقم طبيعي، كل من اسهل الارقام العربيه مثل ما قلت لكم. طبعا شباب هنا نهاية عندكم الرقم. بس قبل لا تعوف المقطع، ادري اكو ناس مستعجله على السريع عاد اخلص، اكو فقره طبعا لا انسى لازم احكي عليها. لازم بس خليني اضيف هاي كله. طبعا شو راح تسوي؟ اعرف اكو مستعجلين. راح من تخلص هاي كل الخطوات راح تروح على القائمه هاي اشرت لكم اياها على التاتش باد على اليسار، لكن جوستيك بلاي 4 بلاي 5 او اي جوستيك احترافي. راح تروح على حفظ مجموعه في المكتبه. فمثل ما تشوفون شبابنا الطيبين، طبعا هاي ارقام قديمه سويتها بس خليني احذفها. شباب مثل ما تشوفون نحفظ الرقم. يعني شباب ضيعت الرقم لا العفو. ثواني شباب، وين الرقم؟ ضيعت الرقم. لا شباب ما ضيعت الرقم، هذا هو الرقم. شو راح تسوي؟ انت اول فقرة راح تسويها راح تاخذ هذا الرقم كما تشوفوا. شباب لا خطأ، لا هذا تسوي له هو حفظ المجموعة. ايه هذا هو شباب. شو راح تسوي؟ طبعا اعذروني ها ارقام قديمة راح اشرح لكم، هم من هذا الرقم راح اشرح لكم عنه. راح تجي هذا الرقم كما تشوفون طبعا صار غاطي سختين. هسه افترضنا طبعا شباب اكو شغله لازم تسووها. راح تجيب هذا الرقم، انت مو خلصت كل شيء، راح تروح على قائمه قلت لكم عليها، راح تروح على تفريق. وش راح تسوي؟ على مود قلنا افترضنا على مود اسهل بهواي. راح اذا تريد تسوي رقم رباعي او رقم مواليد راح تحذف الواحد الاخير شيء، تروح تسوي له حذف وتروح تضيف بكل سهوله. طبعا هسه راح اقول لكم شلون تسوون الارقام الاحاديه اللي هي الرقم الفردي والرقم الزوجي والثنائي والزوجي الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي. هسه طبعا هنسوي الرقم الرباعي. هسه يا شباب حفظ المجموعه في المكتبه. طبعا اقوم اسوي مره ثانيه تفرقه. المهم تروح على تروح على هذا الرقم، هاي الاولى الواحد اللي على اخر شيء ورا ما حذفنا ذيك بتسوي رباعي. هسه صار عندنا ثلاثي انتم تشوفون على هذا الشكل. ويضيف هاي شباب. طبعا هاي الطريقه اول مره تسويها. هاي اذا اول مره تسوي الرقم وياي تسويها. اذا كنت تريد بس تريد تغير بالارقام سهل، راح تسوي تفريق وتروح بس راح احفظ المكتبه هذين كلهن.
طبعا بينما احكي راح اقول لكم شلون تسوي تغير الرقم. الارقام موجوده. تريد تغير الرقم، تروح على هاي، تروح تدوس تغيير الشكل، وتروح على الخط. هاي تغيير الشكل، مو محلي، محلكم هي. تروح على هذا مثل ما تشوفون الارقام كيفكم تقدروا تغيروها. طبعا هذا نفسه حخلي 111 للمثال. طبعا راح اسوي رقم 100 ابو 100 متابع. على مود راح اشكركم يعني على جهودكم الصراحة، ابدا ما قصرتوا من ناحية المحتوى. ترى يعني صراحة تو شباب اكسر خطأ. ايه هنا تمام. انت هنا راح تحذف اللي اول واحد مو ثاني واحد شباب، صار خطأ. طبعا راح تضيفه. طبعا شباب هذا هو صار عندنا جهز الرقم. ها شباب شو تسوي الاحادي؟ تروح من التفرقة، راح تفرق، راح تحذف هاي الواحد، هاي راح تحذفها اللي اخير وحده. لما تشوفون صار عندنا واحد هذا بالنص هو هذا. طبعا شباب انتهينا. بس اقوم اجمعها، وراح يعني بخصوص شباب الرقم الحكومي او رقم التاكسي تاكسي. بخصوص الرقم التاكسي، اذا تريد تسوي رقم تاكسي راح تسوي نفس الطريقة بس فرق، راح تسوي تفرقة طبعا كالعادة، وتضيف هنا واحد اكو لوفة نوعا ما، تضيفها اللون الاحمر خليه على صفحة، او مثل لون الحمل اذا تريد تخليه على السيارة بيك اب. طبعا عذرون شوية تعبان على خصوص اللفظ. المهم راح تاخذ هذا حتخليه هنا. وش تسوي بعدين بالازرار الديب هذه هذني، شوف ترجع لحد ما يبين كل شيء. ايه مثل ما تشوفون شباب صار مضبوط. هنا هسه تيجي تصغر اكثر بعد، اكثر. تلاقوا شوفوا شباب صار رقم التاكسي كل سهل، يعني تقدر تضبطه على كل الارقام. انا طبعا ضبطته بس على مود التاكسي، هم عذروني بس على مود على السريع، شوي بدي استعجل. المهم تروح على شوي انت عباني، عذروني. واعذروني بخصوص السحبة اللي صارت، بس يعني او مو بخصوص القطاع اللي صار من اليوتيوب، شوية صارت عندي اشكالات باليوتيوب، وطبعا ما قصرتوا كلش ما قصرتوا بالنسبة لي، اعذروني عليكم دي. المهم طبعا جدا اشكركم على عفوا شوية تعبان، جدا اشكركم على صار من ناحية المحتوى اللي قدمه. يعني حرفيا انتو ما صدمتوني من ناحية هذا، صدمتوني من ناحية الدعم اللي صار في الشيء يعني مو طبيعي. وطبعا اشكركم همين على اليوتيوب، اغزى على انستغرام متابعين 100 متابع. انا صراحة متوقعت راح تجيبوها، بس يا اخي اشكركم شو اسطوري. فالمهم طبعا نترك هذا المقطع. طبعا شباب هذا المقطع حيكون على شكل جزئين. الجزء الاول اللي هو هذا اللي يكون رقم مستطيل طولاني، راح اسوي لكم رقم مستطيل بس مربع، اعتقد تعرفوه. المهم فلا طبعا لا تنسوا اللايك واشتراك القناة اذا انتم مشتركين، وتتابعوني على الانستغرام على مود انزلكم كل شيء جديد، وحتى انزلكم مواعيد فيديوهاتي بنزلن. وصلنا لنهاية المقطع، ان شاء الله عجبكم. كان وياكم روباكس 22. طبعا راح هسه ارويكم صورة البي اس اب الخاص بحسابي، اسم حسابي على البلاي ستيشن اللي عند جهاز بلاي ستيشن يلعب وياي، حابب يلعب وياي. هذا بطالع لكم. الصورة راح تتغير طبعا، راح تصير على صورة اللوجو من القناة. وراح اترككم ومع السلامة.